المشاركة العربية في مونديال الأندية. السلام عليكم. مع اقتراب المباراة النهائية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي عرفت مشاركة 5 أندية عربية هي الهلال السعودي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، العين الإماراتي، والوداد المغربي. الأهلي المصري بعد أن ضيع نقاط المباراة أمام إنتر ميامي والتي انتهت بالتعادل، النادي خسر أمام بالميراس مما صعب عليه مهمة التأهل للدور القادم. فالمواجهة القادمة ستكون أمام بورتو الذي بدوره سينافس على التأهل. أما الهلال فالفريق يقدم أداء رائعا، خاصة المباراة أمام ريال مدريد، مباراة أظهر فيها الهلال شخصية قوية وحقق نقطة ثمينة. تعادل كذلك أمام سالزبورغ مع تبقي مواجهة سهلة نوعا ما أمام باتشوكا. الهلال مطالب بالفوز للتأهل للدور القادم. الترجي يملك في رصيده 3 نقاط بعد خسارة أمام فلامينغو وفوز على لوس أنجلوس جالاكسي. رفقاء يوسف البلالي تنتظر مواجهة صعبة أمام تشيلسي، مباراة ستكون مصيرا للنادي التونسي للعبور للدور القادم. أما العين الإماراتي والوداد المغربي فالفريقين لم يحالفهما الحظ في اللعب على التأهل، فكلا الفريقين تلقوا خسارتين متتاليتين أمام السيتي ويوفنتوس، مما يعني مغادرتهم رسميا للبطولة، مع تبقي 3 فرق فقط تلعب من أجل التأهل: الترجي التونسي، الهلال السعودي، والأهلي المصري. فمن هو الفريق الذي سنراه في الدور القادم؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.